عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا ضلعت علينا رجل شديد بيلاء الثياب الشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استدعى إليه السبيل. قال صدقت. فجبنا له يسأله ويصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر وشره. قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل. قال فأخبرني عن عمارتها. قال أن تذل أمة ربتها وأن ترى laga reebtoona oo kale. wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi